مؤامرة النادي الأهلي على نادي الزمالك. ليه ممكن النادي الأهلي يعمل مؤامرة على نادي الزمالك؟ يمكن عشان بينافسوا في كأس العالم، ما عمروش راح كأس العالم. يمكن عشان بينافسوا في الانتر كونتيننتال، بيقول لك الأهلي بيعمل بطولات وهمية. يمكن عشان بينافسوا في أفريقيا، بقاله سنتين ما راحش أفريقيا و23 سنة ما خدهاش، والسنة الوحيدة اللي وصل فيها للنهائي الأهلي سكوا القضية ورجع بإيده فاضية. يا ابني انت لازم تستوعب الاهلي فين وانت فين. مش عشان خدت بطولة من الاهلي من ماتش واحد بضربات الحظ الترجيحية هتعيش الوهم. الاهلي بيفتتح كاس العالم وانت بتتعادل مع انيمبا، مركز شباب اسمه انيمبا، اول مرة يجيب اهداف في بطولة الكونفدرالية اللي هي بطولة الدرجة التانية بتاعت التالت والرابع. اول ما جاب اهداف جاب فيك جونين. يا ابني انت الاهلي رايح يلعب مع ميسي ويفتتح كاس العالم، وانت بيجيبوك كومبارس للنصر الليبي، ويا ريتك بتكسب، ده انت اتغلبت. يا ابني انت لازم تستوعب ان انت حتى ما بقتش وصيف، حتى ما بقتش منافس. يعني الوصيف بتاع الدوري بقى بيراميدز. انت حتى بقيت بره المنافسه. البطولات اللي الاهلي بيروح فيها انت من الصفر على الشمال. فوق يا حبيبي.